أهلا بيكم في حلقة جديدة على اليوتيوب. حلقة النهاردة مختلفة شوية لأننا هنتكلم عن موضوع مهم جدا لأي طالب في كلية طب أو كلية طبية أو أي ولي أمر عنده طالب في كلية طبية، عن إزاي وأنت طالب في كلية طبية أو كلية طب تقدر تهتم بصحتك، تهتم بأكلك، تتمرن كويس، تظبط حالك وتعمل كل ده وسط ضغط الكلية والامتحانات والكلام اللي كنا عارفينه ده. زي ما قالك اسأل مجرب متسألش طبيب. أنا هنا معاك الاتنين وبحاول أوصل لك خلاصة التجربة اللي عديت بيها. معاكم جورج رضا، طبيب بشري ومؤسس براند دكتور فيت ستور للمكملات الغذائية. خليني أقول لك في الأول، أنا عارف إن الكليات الطبية صعبة، بالذات كلية طب، ومش سهلة. محاضرات، سكاشن، راوندات، مذاكرة كتير، نوم متلخبط وضغط نفسي كبير. ففكرة انك تلتزم على جيم وتمرين وتظبط اكلك ممكن تبان انها فكرة شبه مستحيلة او فكرة صعبة جدا، لكن في الحقيقة انك مش محتاج تبقى بيرفكت يعني او بيج رامي او عندك بطولة الصبح. يعني انت بس محتاج تبقى ذكي في اختياراتك واولوياتك، وده اللي انا هعلمه لك النهارده. عشان كده النهارده هقول لك على 3 نصايح مهمة جدا هيفرقوا معاك لو انت في كلية طب او كلية طبية، وفي فترة الامتحانات بالذات ليها كلام لوحده هنقوله برضو النهارده. ونبدأ في الحلقة على طول عشان مش بحب نتكلم كتير ونخش في الموضوع بتاعنا. اول نصيحة معانا وهي انك ما تستناش الوقت الفاضي او المناسب عشان تنزل تتمرن، ودي تقريبا اهم نصيحة. لو انت في كلية طب وفضلت مستني اليوم اللي هتكون مخلص فيه مذاكرتك وفاضي ورايق كده ومخلص كل اللي وراك، غالبا اليوم ده مش هيجي. ما تستناش اليوم ده. الصح انك تتعامل مع التمرين كجزء من الجدول بتاعك وجزء من حياتك، مش مجرد حاجة إضافية لو فضيت بعملها. مش لازم تنزل تتمرن كل يوم واليوم ساعتين، ممكن تنزل تتمرن 3 أيام بس في الأسبوع واليوم الواحد 45 دقيقة. المهم إنك ما تقطعش كامل من التمرين. مفيش الأسبوع يعدي عليك كامل من غير حتى يوم يومين تمرين في الأسبوع، وصدقني هتفرق معاك، ما تقولش ملهاش لازمة. لأن التمرين مش بس عشان شكلك وعضلاتك بس، التمرين والجيم هيفرق معاك جدا في النفسية، تقليل التوتر، تقليل الاسترس، ويفرق معاك في التركيز والنوم، ويخليك كمان تذاكر احسن. انا شخصيا من احسن الاوقات اللي كنت بقعد اذاكر فيها وانا مركز كان الوقت اللي بعد التمرين. التمرين اصلا علميا وطبيا مثبت انه حاجه انتي ديبريشن، حاجه مضاده للاكتئاب. لما بتخلص تمرين الاندورفين في جسمك او الدوبامين بيعلى بشكل طبيعي. فانت لو داخل الجيم متضايق، شايل هم حاجه معينه، في حاجه مضايقاك مزعلاك، في اي مشكله، صدقني تطلع من الجيم حالك احسن بكتير وتبقى فايق حتى تخلص كل اللي وراك. ودي عن تجربه فعلا، مش مجرد كلام علمي مثبت وخلاص، لا كمان عن تجربه. طالب الطب بالذات محتاج يفصل ويعرف يقلل من الضغط والتوتر بتاعه، لانه مش هيخلص لو ساب نفسه ليه. مش هيخلص مهما قعدت تذاكر، مش هتخلص يا حبيبي. والجيم او اي رياضه او اي نشاط بدني بتعمله، حتى لو طلعت تجري في اليوم ساعه ولا حاجه او نص ساعه، هيقلل جدا من موضوع الاسترس ده. وممكن كمان في الفترات اللي هي فيها ستريس عالي او فتره امتحانات تنزل الجيم حتى يوم او يوم بس في الاسبوع. لو انت كنت بتنزل مثلا فتره اطول تقللها. وده اللي هياخدنا النصيحة التانية، إنك في وقت الامتحانات ممكن تقلل التمرين شوية، تقلل شدة التمرين كمان شوية، مش شرط عدد أيام بس، لكن ما توقفوش خالص. أكبر غلطة بشوفها وبسمعها وكنت عايشها مع الناس اللي معايا، يقول لك أول ما الامتحان بس تقرب تلاقيه وقف تمرين. أصلا الامتحانات لسه ما بدأتش، بس تقرب بس يسمع إن في جدول امتحانات هينزل حد، تلاقيه وقف التمرين. يقول لك خلاص لما الامتحانات تخلص أبقى أتمرن. واصلا ساعات في جداول امتحانات بتنزل عندنا، الامتحانات بتبقى مستمره بالشهرين والثلاثه والثلاث شهور ونص كمان، فانت بتفضل مريح 3 شهور كامله. وبعد طبعا الامتحانات ما تخلص تقول اسافر اغير لي جو، او حتى اقعد مع نفسي كده افك عن نفسي، فتفضل اسبوع في التاني في التالت في شهر في شهرين، وانت اصلا قبلها 3 شهور، يعني 5 شهور ضاعوا. طب انت السنه فيها كام شهر؟ انت ضيعت نص السنه عشان خاطر الامتحانات وعايز تريح بعد. امال هتنزل امتى؟ وتتمرن امتى؟ وتفوق لجسمك امتى؟ وشكلك وصحتك امتى؟ مش هتخلص. وهتخلص كليه هتضايقك في حاجات تاني كتير بعديها. ما تفتكرش انت هتخلص كليه ومثلا يبقى عندك وقت. لا يا حبيبي، انت لو ما عرفتش تطلع وقت وانت في الكليه، لما تخلص كليه مش هتعرف تطلع وقت، مش هتبقى فاهم. فانت الصح وقت الامتحانات او الاستريس الكبير بتعمل نسخه اخف من التمرين. لو بتتمرن 5 ايام في الاسبوع خليهم 3، بتتمرن 3 يا عم خليهم يوم. تمرينك بياخد ساعة لساعة ونص، يا عم قلل شوية الأشكال بتاعتك أو شدة التمرين بتاعتك، خليه ياخد نص ساعة ل 45 دقيقة بس، أحسن بكتير. وفكر فيها كده، ساعة تمرين بس في اليوم أو 45 دقيقة تمرين في اليوم مش هي اللي هتضيع مذاكرتك. بس طبعا برضو بذكاء، يعني ما تقولش عندي امتحان فأنزل أكسر الجيم بقى، لا. ما أنت خليك في الوسط، البالانس كويس. خلي التمرين وسيلة تحافظ بيها على نفسيتك وصحتك وتقلل من الضغط بتاعك، مش حاجة بالعكس تزود اللود عليك والاسترس عليك. والاكل برضو مش لازم، لو انت ظابط دايت مثلا تكمل دايت قاسي قوي تمنع كل حاجه، هتتعب مش هتعرف تكمل، هترجع اسوأ من الاول. خليك برضو في البالانس، لو في حاجه بتحبها كلها على نفسك مش مشكله، بس حاول تحافظ على اوفر اول الاكل على مدار يومك كويس، يكون
صحي على قد ما تقدر. وطبعا انا هنا اقدر اساعدك لو انت عاوز تظبط نظام تمرين، نظام دايت، كارديو، نظام مكملاتك كله مع بعضه، سواء فتره امتحانات مش فتره امتحانات، مشغول، عندك دراسه، عندك شغل، عندك اي حاجه، انا بقدر اساعدك وهندل لك الموضوع ده وابعت لك انظمه مناسبه ليك. ولو عاوز تبدا معايا دلوقتي في التدريب الاونلاين، عامل خصم بيوصل ل 35%، وكمان في شهر مجاني على الباقه بتاعتك. ابعت لي على الواتساب او انستجرام، هحط لك كل اللينكات دي في الديسكربشن تحت، تقدر تبعت لي. وكمان لو قلت لي انك جاي من الفيديو ده هعمل لك خصم اضافي كمان. والنصيحه الثالثه معانا النهارده وهي المكملات. المكملات مش حاجه اساسيه، من اسمها مكملات يعني حاجه مكمله، لكن هتساعدك تلتزم كتير. وانا عارف ان الطلبه وناس كتير بتحس ان المكملات هي البدايه الحقيقيه للالتزام، يعني انت مجرد ما جبت مكمل انت خلاص كده رسمي هتستمر وهتلتزم، مش هينفع تبوظ وتلخبط عشان انت جايب مكملات. يعني لما بتجيب مثلا علبه واي بروتين او علبه كرياتين بتحس انك فعلا بدات نظام بجد، وده يحمسك انك تكمل وتستمر وتلتزم طبعا. انا طبعا بعمل كده، يعني مثلا مع كان بدايه كل امتحانات، بالذات اخر ترمين في الامتحانات في سنه خمسة، فتره الامتحانات بتاخد ممكن 3 شهور او اكتر. فانا بعمل ايه بدايه كل فتره دي؟ بفتح لنفسي علب مكملات، سواء بروتين، كرياتين، بري ورك اوت، شويه فيتامينات كده تحمسني اني انزل وتجبرني اني انزل. يعني انا لو فكرت اريح مثلا او مكسل النهارده او تعبان النهارده، يعني فاتح المكملات دي على الفاضي، فبقوم وانزل فعلا. فدي بتفرق معاك جدا عقليا وتحفيزيا. في حاجه مهمه جدا، المكملات زي ما بقول هتفيدك في حاجات معينه، لكن لو الحاجه الاصليه، السوق للاسف فيه مكملات كتير مضروبه بشكل بقى مرعب جدا. كل حاجه بقت بتتضرب ايا كان المكمل، حتى الفيتامينات بتتضرب، البروتين، الكرياتين، معظم المكملات بقت بتتضرب، وشركات عالميه مستورده معروفه جدا بتتضرب، مش في مصر بس، بره مصر برضه. فده بقى حبيت اساعد واكون جزء من الموضوع ده، ان اجيب لك حاجه مضمونه كويس جدا، بتتراجع من دكاتره وكباتن متخصصين في الموضوع. فلو عاوز تجيب اي حاجه تشجعك او حاجه ناقصه في اكلك محتاج تكملها من مكمل، اكيد جه في بالك دلوقتي دكتور فود ستور. هسيب لكم الموقع الويب سايت في الديسكربشن تحت، تقدروا تخشوا وتشتروا كل اللي انتوا عاوزينه، في عروض كبيره شغاله دلوقتي، وكمان في كود خاص دكتور فيت 5. ومش بس كده، في نظام مكافآت اتعمل جديد لسه من قريب، كل اوردر بتشتريه ممكن تاخد عليه فلوس. انت كل اوردر بتشتريه بينزل نقط على حسابك، تقدر تاخد بيها بعد كده الاوردرات الجايه، سواء تعمل خصم كبير جدا، تاخد هدايا مجانيه، تاخد شحن مجاني، واكبر من كده بكتير لما تخش على الويب سايت تشوفه بنفسك كل التفاصيل دي. وفي الاخر لو انت طالب في كليه طب او كليه طبيه، افتكر جسمك وصحتك ليه حق عليك واولويه عليك، والجيم والتمرين جزء من نجاحك، مش حاجه ضدك ومش حاجه هتضيع لك مستقبلك. مش مطلوب منك تبقى بطل كمال اجسام وتقف على مسرح وتنافس، لا، مطلوب منك بس تلتزم شويه وتديله جزء بسيط من وقتك، وصدقني هيفيدك كتير جدا. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل كومنت تقول لنا مثلا انت في كليه ايه، او ايه الحاجه اللي منعاك تنزل جيم، وتشارك الفيديو مع اصحابك عشان كله يستفيد. وما تنساش جيت فيت والدكتور فيت. واستنوا الحلقات الجايه.